السودان كما صورها المخيال. إن امتداد رقعة السودان وسيعتها جعل منها مسرحا متباينا لأشكال سطح الأرض، فهي الصحراء المقفرة، وهي كثبان الرمال، وهي أرض الحقول والزروع والماء وبحر المياه والمروج والأنهار، ومهد الغابات الموحشة والأدغال. جمعت الحقل مع الرمل مع السهل مع الجبل، واختلفت بأجناس سكانها بين العرب والبيجة والنوبة والزنوج، قبائل رحل وأخرى مهاجرة. احتضنتهم هذه الأرض فأخذوا صلابتها وجلادتها، ووسموا بلون صبغتها، ليصبح السودان رمزا ووطنا للبادية السمراء. في شمال السودان تظهر صحراء شاسعة تمتد إلى آلاف الأميال، لا يعترضها معترض ولا يحدها حد، حتى تدخل في غياهب إفريقيا والصحراء الكبرى غربا، وتمتد حتى تلاصق جبال البحر الأحمر شرقا. ولإقليم جبال البحر الأحمر سمات وملامح تعبر عن صورة فريدة متباينة في المناخ والتضاريس عن سائر الأقاليم الأخرى في السودان. تمتاز هذه الجبال في هذا الإقليم بقباب عالية مقشرة متصدعة أصابها التقطيع من أثر عوامل التعرية كالرياح والسهول. الأمطار في هذا الإقليم هزيلة جدا، وهذا ما ينعكس على النبات، كما يلاحظ أن الغطاء النباتي أكثر غنى وثراء بالأعشاب والشجيرات، وهذا راجع إلى مقدار الرطوبة التي تحتويها الأودية. تعتبر نخيل الدومة أجمل ما ينبت في هذه الشعاب. فتربة هذا الإقليم الصحراوي عارية متفككة وفقيرة بخصائصها العضوية، وهذا ما جعل منها مسرحا لتكوين الكثبان الرملية. فهبوب الرياح بشكل منتظم في اتجاه واحد أدى إلى تكوين كثبان رملية هلالية. استوطنت قبائل البيجا حول جبال البحر الأحمر منذ القدم، ولعلهم سكانها الأصليون، فقد سبق وجودهم دخول القبائل العربية إلى هذه الأرض
آه، حيث تكون قبائل البيجا من عدة قبائل. يمتد البيجا على وطن واسع من أرض السودان. شهدت هذه الأرض تحرك قبائل البيجا على طول السهل الساحلي، لم يعيروا للبحر اهتماما. واستقبلوا الصحراء وعايشوا المشقة فيها. يعيش الكثير من الهدندوة على شكل جماعات قبلية تتحرك في رحلات فصلية سعيا وراء الماء، هربا من الجفاف.